مساء الفل على كل متابعينا، مساء الفل على كل جماهير النادي الاهلي. خلاص موسم جديد والموسم هيبدأ وخلاص هيرجع الاهلي ان شاء الله خلال الشهر ده، وهنتفرج عليه. معانا شوية كده اخبار سريعة هنتكلم فيها، وشوية كلام كده عن النادي الاهلي ان شاء الله هنتكلم فيه بسرعة كده لحد بقى ما تبدأ الماتشات، ونبتدي بقى نشوف الماتشات واللي بيحصل في الماتشات، ونحلل الماتشات ونحلل كل حاجة ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ. خلاص ايام ونشوف الاهلي في الدوري. ودلوقتي الاهلي موجود في اسبانيا، في معسكر في اسبانيا ان شاء الله، بدأوا يوم الجمعه اللي فاتت. وكمان هنشوف هنبص مع بعضنا كده على ورقه الكونفدراليه. وكمان هنتكلم عن اول على ماتشات الاهلي في شهر 8 في الدوري. اول حاجه معسكر اسبانيا، معسكر ماشي تمام وزي الفل، المعسكر كويس جدا، وكابتن حسين عموته يعني اعلن القائمه اللي راح بيها المعسكر، وكانت يعني قائمه متوقعه جدا، وكانت يعني فيها ناس كتير يعني ما كناش متوقعين، بس الحمد لله بقوا موجودين. كفايه الشباب اللي موجودين، محمد عبد الله ومحمد سيد معوض والجماعه يعني، والشباب الناشئين دول بصراحه. فاحنا يعني ان شاء الله بدايه مبشره مع كابتن حسين عموته. وبدا اول تمرين الاهلي يوم الجمعه، خد اول تمرين في برشلونه، وان شاء الله هيلعب مباراه وديه يوم الاربعاء اللي جاي يوم 12/8. هيلعب مباراه وديه مع فريق من اسبانيا استعدادا طبعا لمباراه برشلونه، واكيد هيلعب ماتش برشلونه، وان شاء الله هيرجع عشان الدوري هيبدا. واول ماتش معانا في الدوري يوم 23/8 هنلاعب الشرقيه انبي. الفريقين انضموا على بعض، الشرقيه فريق الشرقيه اللي صعد انضم على انبي. هيلعب معاه الاهلي ان شاء الله يوم 23/8 الساعه 8 في استاد القاهره غالبا. وتاني ماتش في خلال شهر 8 هيكون مع زد يوم 28/8، وده اخر ماتش في شهر 8، وبعد كده هنبدا بقى المنافسات في شهر 9. فنتمنى ان شاء الله، نتمنى التوفيق، ونتمنى موسم يعني نبدا بموسم جديد، موسم ننسى الموسم اللي فات ده، نمسحه باستيكه، نمسح كل الاحداث اللي حصلت فيه وكل حاجه بحلو بوحشه بالوحش بتاعه، بكل حاجه فيها يعني ان شاء الله ان شاء الله ننساها، ويبقى موسم كله بطولات ان شاء الله. نخش على الكونفدراليه. الاهلي هيلاعب الفايز من مقدشو الصومالي وفريق اوغندي هيلاعب الكاسب منهم ان شاء الله. ويعني هيبقى ذهاب وعوده، ده دور التمهيد دور 32 من الكونفدراليه. وبعد كده نبدا بقى المنافسات ان شاء الله، نصعد بدون اي بقى عواقب، بدون اي حاجه يعني، ان شاء الله نكسب بره ونكسب جوه في القاهره. ويعني ما كناش نتمنى ان احنا نقول ان احنا نلعب في الكونفدراليه يعني من 2013 واحنا ما دخلناش الكونفدراليه. ان شاء الله ان شاء الله تبقى اول واخر موسم نقول ان احنا نلعب في الكونفدراليه تاني ان شاء الله، يعني دي مش بتاعتنا، معروفه بتاعت مين طبعا. فخلينا في الاهلي ان شاء الله يعني نبدا موسم جديد، موسم قوي، موسم يعني يبقى موسم استثنائي ان شاء الله، وكابتن حسين عموده حقق كل البطولات اللي احنا نشارك فيها. بس لحد دلوقتي احنا لسه يعني الاهلي نزل بيان عن اتحاد الكوره، ولحد دلوقتي يعني ما شفناش اي رد فعل لا من اتحاد الكوره، هو نزل رجع رده ببيان. بس يعني انا مش عارف، يعني مش عارف بجد ليه انا يعني انا كمسؤول ليه احب اسير الجدل، ليه احب اعمل فتنه، ليه احب ان انا اعمل مشاكل، انزل اعين ناس معينه، والناس دي اثبتت فشلها بجداره، تمام، ويجي الاهلي عشان الاهلي ينزل بيان ويجي الزمالك ينزل بيان. طب احنا ليه بنبدا موسم كده؟ ليه نبدا موسم؟ ما هو لو الاهلي مثلا اتحسب له ضربه جزاء، او لو اتحسبت له حاجه مثلا مش المفروض تتحسب له، احنا بنتكلم بكل حياديه. لو الاهلي اتحسب له ضربه جزاء في ماتش من الماتشات او مثلا الاهلي الحكم ما حسبهاش، او يعني الحكم حسب ضربه جزاء للاهلي وهي مش ضربه جزاء، هيقول لك ادي الاهلي بيضغط على الحكام وبيعمل. ولو الزمالك اتحسب له ضربه جزاء وهي مش محسوب، مش المفروض تتحسب له، هيقول لك ادي المنظومه بتاعت الحكام اللي جايبينها عشان خاطر تخدم الزمالك. طب احنا ليه بنعمل كده؟ ليه احنا كمنظومه، انا كمسؤول في منظومه انا بعمل كده ليه؟ يعني ليه ابدا بفتنه، ابدا الدوري معايا بفتنه؟
يعني نتمنى ان يعني يخيبوا الظنون ونبدا دوري طبيعي، حكام يبقى بالعداله، حاجات انت هتتحاسب بيها، لا اهلي ولا زمالك، انت هتتحاسب بالكلام اللي انت بتحكم بيه، انت يعتبر بتحكم بالعدل المفروض بين الفرقتين. ما يهمكش الفريق اللي التيشيرت اللي لابسه اللي قدامك ايا كان التيشيرت. يعني نتمنى يكون في عداله، نتمنى ان احنا نشوف دوري بنتكلم فيه فنيا فقط، ما نتكلمش فيه كله عن التحكيم وعن الحكام وعن المواعيد وعن يعني حاجات تانية خارجيه، مش لازم نتكلم على ده. وطبعا امام عاشور انضم للمعسكر، الجماعه اللي قالوا ان هو مش هينضم وقالب الدنيا، معلش بس ممكن نروح نطمن على فيزيرا وشيكو بانزا وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد اللي كل اول موسم بيقفل التليفون وما بيرضاش يبدا الموسم معاهم الاعدادات، ويلا بقى بالمزاج يقول لك بقى عبد الله ده احسن لاعب وده محترف وده وده وده. يا ابني عبد الله ده احنا يعني انا فاكر هو عبد الله فعلا في مكانه يعتبر هو ربع ابو تريكه، جه بعد مكانه ربع ابو تريكه. بس يعني عبد الله في المواسم فعلا في 2018 و2019 اخر مواسم ليه في الاهلي يعني ما كانش عبد الله السعيد، يعني خلاص يعني كان بان عليه سنه وكان بان عليه ان هو يعني يعني للامانه بان عليه ان هو برضه فرق السن ما كانش هيعرف ينافس مع الاهلي على البطولات اللي هو كان بينافس بيها، ما كانش هيأدي ولا هيعرف يعمل اي حاجه وكان هيتباع. يعني عبد الله ده انتوا قعدتوا تتكلموا وترفعوه اللاعب، للاسف بتنفخوا اللعيبه، يعني بينفخوا اللعيبه بطريقه يعني بينفخوا يفضلوا ينفخوا بلالين بلالين بزيره فاموس واجري واعمل وسمعنا يا عم الحدوته، سمع يا عم اديك بتسمع الحدوته بيسمعها لك اهو، بيسمعها لك بالظبط. انفخ في اللاعب، انفخ عشان تبين اوه يا وشيكو بانزا ومش عارف عبد الله السعيد وكتير غيره وغيره وغيره وغيره. طلع كابتن حسن شحاته اتكلم وقال ان ده لاعب بياكل عيش وبيعمل، وانتوا مفيش للاسف، للاسف مفيش. خلاص نتمنى كده ان شاء الله نشوف الاهلي على خير، خلاص ما مش يعني ان شاء الله كده نتفرج على الاهلي مع برشلونة ان شاء الله. نلعب ماتش كويس ونقدم في الماتش ده ان شاء الله، يعني بنسبة 90% غالبا يعني ان شاء الله. انا اتوقع ده توقعاتي الشخصية ان اللعيبة اللي هتبدأ الماتش في ماتش برشلونة هتبقى هي ان شاء الله التشكيلة الاساسية للنادي الاهلي. انا اتوقع ده توقعي، انا ما عنديش اي معلومه بس ده توقعي ان شاء الله. ان التشكيله اللي هتبدا هتكون هي التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. نتمنى بقى كده نشوف الروح ونشوف الرجوله ونشوف كده الروح الكويسه اللي في النادي الاهلي، ونشوف بقى التيشيرت النادي الاهلي ونشوف كده روح الفانلة الحمراء، ونبدا موسم قوي جدا 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 ان شاء الله. وانا اتمنى ان احنا نخلص الدوري من بدري من الدور الاول على طول علشان نبقى فاضيين بقى للكونفدراليه ونبقى بننافس بقى على البطولات الباقيه. كاس مصر ده ان شاء الله ان دخلنا كاس مصر اتمنى يعني يبقى في مقاطعه لاتحاد الكوره، لو يعني لو حصل اي لغط من اي حكم يبقى في رد فعل من الماتشات، من بدايه ماتش من اول ماتش يبقى في تركيز. حصل اي رد فعل من اي غلطه من حكم معانا في اي ماتش من الماتشات يبقى في رد فعل على طول من الاداره ان شاء الله. ان شاء الله كده نشوف النادي الاهلي على خير، واشوفكم في حلقه جديده. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير واستنونا. سلام.